بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو احنا لازم نشوف ليلة القدر بعينينا عشان ندرك فضلها؟ بعض الناس بيقولوا انهم ادركوا ليلة القدر برؤية نور في السماء، فهل لو ما شفناهاش ما ناخدش ثوابها واجرها؟ اقولك انك قد ترى ليلة القدر بالعين، وده لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، وده برؤية اماراتها. وكان الصحابة رضي الله عنهم بيستدلوا عليها بعلامات، لكن عدم رؤيتها بالعين لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانا واحتسابا. وكمان في بعض الصحابة رأوها بالمنام. طب إيه هي علامات ليلة القدر وإزاي نعرفها؟ هقولك في علامات صحيحة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلامات تانية خاطئة لا أصل لها ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. من العلامات الخاطئة بيقال إن في ليلة القدر إن الكلاب لا تنبح، أو إنك مش هتسمع نباح الكلاب. والعلامة التانية إن الملائكة بتنزل وتسلم على المسلمين. والعلامة التالتة إن ماء البحر يصبح عذبا. والعلامة الرابعة إن الأشجار تسقط حتى تصل للأرض ثم تعود لأوضاعها. كل دي علامات خاطئة لا أصل لها ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما العلامات الصحيحة إنك مش لازم تشوف نور في السماء أو إنك تشوفها رؤى العين، لكن شعور المؤمن بالطمأنينة والراحة النفسية. الليلة دي بتكون معتدلة، لا حارة ولا باردة، والرياح بتكون ساكنة والأجواء هادية، والشمس عند الشروق في صبيحة ليلة القدر بتكون بلا شعاع. قيل إن الملائكة تصعد إلى السماء بعد الفجر، وده اللي بيحجب جزء من شعاع الشمس. طب امتى موعد ليلة القدر بالظبط؟ اقولك ان موعدها غير محدد. اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انها في العشر الاواخر من رمضان، وقال التمسوها في كل وتر، يعني ليلة 21 او 23 او 25 او 27 او 29. لكن ميعادها امتى بالظبط ده احنا ما نعرفوش كمسلمين. طب ليه ما تحددش ميعادها؟ ده كان حكمة من ربنا سبحانه وتعالى عشان المسلمين يجتهدوا في العشر الاواخر كلهم. ودلت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الليلة دي متنقلة في العشر، يعني هي مش ثابتة في كل السنين. ممكن في سنة تبقى ليلة 21 وسنة بعدها تبقى ليلة 25 مثلا. وكان أبي بن كعب يقسم ويقول أن أرجى الليالي هي ليلة 27. فاحنا نجتهد في العشر الأواخر كلهم، حتى في الليالي الزوجية. ده كمان بسبب اختلاف بعض البلاد في تحديد بداية الصوم. ممكن الليلة تكون وتر في بلد وتكون شفعا في بلد آخر، فاحنا نجتهد في الليالي الزوجية والفردية. وكمان السنة دي 2025 رمضان هيخلص 29 يوم، يعني ممكن قوي تبقى ليلة القدر ليلة زوجية مش فردية. وعن عائشة رضي الله عنها سألت النبي: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طب إيه أفضل الأعمال في ليلة القدر؟ أقولك قراءة القرآن الكريم وأداء الصلوات المفروضة، ثم صلاة قيام الليل والتراويح والتهجد، وكثرة الدعاء، وخصوصا دعاء السيدة عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وبرضو الصدقة وكثرة ذكر الله والاستغفار وحمد الله وشكره على بلوغ ليلة القدر، وبرضو أذكار الصباح والمساء. وكمان الاعتكاف للعبادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان لمناجاة ربه سبحانه وتعالى وذكره ودعائه، وينقطع عن الناس ويتقرب لربه. وما أجمل من إفطار صائم في ليلة القدر. ومن أجمل الأدعية اللي انت تدعيها في ليلة القدر، قول معايا: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجعلني في هذه الليلة المباركة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم أسألك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا طالبا علم إلا وفقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم ذلك أنفه وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه. يا ربنا اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فاللهم بلغنا ليلة القدر لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. قولوا آمين. ودمتم في أمان الله. مع السلامة.